بعد هزيمة عام 1967 وإعلان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر التنحي عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية وخروج الملايين من العرب للضغط عليه للعدول عن قراره، جاء الرد الأردني المزلزل للصهاينة، والذي سطر من خلاله جنود الجيش العربي الأردني أروع معاني البطولات والتضحيات من خلال معركة الكرامة الخالدة. الرئيس جمال عبد الناصر علق على انتصار الكرامة وشعوره بالفخر والاعتزاز والفرح والسرور بأن أعاد الجيش العربي الأمجاد للأمة بعد شهور قليلة على هزيمة 67 قائلا: لقد كانت معركة الكرامة نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي العربي بين القوات العربية والإسرائيلية. ما قاله عبد الناصر ردده وزير دفاع روسيا الذي كان يزور دمشق آنذاك قائلا: لقد كانت معركة تشرف الأمة العربية. وبذات الوقت اعترف العدو الصهيوني للجيش العربي ببسالته، حيث قال حايم بارليف رئيس أركان الجيش الصهيوني آنذاك إن إسرائيل فقدت في هجومها الأخير على الأردن آليات عسكرية تعادل 3 أضعاف ما فقدته في حرب حزيران، وإن عملية الكرامة كانت فريدة من نوعها، ولم يتعود الشعب في إسرائيل مثل هذا النوع من العمليات. وبمعنى آخر كانت جميع العمليات التي قمنا بها تسفر عن نصر حاسم لقواتنا، ومن هنا فقد اعتاد شعبنا على رؤية قواته العسكرية وهي تخرج منتصرة من كل معركة. أما معركة الكرامة فقد كانت فريدة من نوعها بسبب كثرة الإصابات بين قواتنا والظواهر الأخرى التي أسفرت عنها المعركة، مثل استيلاء القوات الأردنية على عدد من دباباتنا وآلياتنا، وهذا هو سبب الدهشة التي أصابت المجتمع الإسرائيلي إزاء عملية الكرامة على حد تعبيره. في 21 من آذار عام 1968 اشتعلت نيران معركة الكرامة الخالدة، وساعة الصفر كانت في تمام الساعة 5:30 صباحا، واستمرت 16 ساعة. وقعت هذه المعركة بين الكيان الصهيوني والجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين، وسميت بمعركة الكرامة لأنها وقعت في قرية الكرامة. كان هدف الكيان الصهيوني من شن غزوته على أراضي الضفة الشرقية وحدود الأردن هو القضاء على قوة الجيش العربي وتحطيم الروح المعنوية للفدائيين وتدمير الحياة الاقتصادية في وادي الأردن واحتلال المرتفعات الشرقية فيه. انتهت المعركة بانهزام العدو الصهيوني ونصرا عظيما لجيشنا الأردني ليسطر جنودنا البواسل التاريخ بدمائهم الزكية وتضحياتهم المشرفة.